عليه الصلاة والسلام مثال الرحمة مع آل بيته الطاهرين. لو نعود إلى سيرة ابن هشام ونرى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر ليحمل حفيديه، ونرى النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السجود لأن أحد أحفاده امتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشي الصحابة هم ساجدون سجود، وأطال النبي صلى الله عليه وسلم سجوده فخافوا عليه، فلما نهض وسلم وخرج من الصلاة قيل له: يا رسول الله لقد خشينا عليك. فقال: لا، إنه الحسن أو الحسين امتطاني فأردت ألا أزعجه. هذا محمد الأعظم، هذا الإسلام الذي نريده. كفانا من أشكال العنف